هاي 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 هاي. جبنا مشروبنا ده مش المفضل، يعني في حاجات تانية مفضلة، ولكن جبنا حاجة نشربها. ليه بقى؟ نبقى هنرغي مع بعض وهننم على الناس، بس بطريقة ما نتحاسبش عليها. بمعنى ايه؟ مين صاحبي ومين صحابي اللي انا مدخلتهمش الفرح؟ هم كانوا موجودين جوه القاعة، ولكن ما كانوش موجودين معايا. انا كنت رافضه وجودهم بشكل مش مش طبيعي، وفي ناس تانية دخلتها تدخل جزئي، وفي ناس تانية ولا اي حاجة خالص. تمام. مين هم بقى؟ رقم واحد، صاحبي اللي كان طول الوقت مخبي حسده وغله جوه قلبه. بمعنى ايه؟ ان الشخص ده كان طول الوقت حقود، طول الوقت بيحسد، طول الوقت مستكتر عليا الحاجه، طول الوقت كان فرحان بالفتره اللي انا كنت تعبانه فيها، عشان كنت دايما اقل منه من وجهه نظره، ولكن انا كنت ساعتها ببني نفسي بنفسي، وكان ربنا محضر لي حاجه احلى. فده لما كنت بشوفه حتى في الفرح كنت بخم بعيني من عليه، خلاص سكبه خالص، كده كده اصلا بنبقى مشغولين طول الفرح، ولكن كنت برضو ببعده خالص. اوكي. طيب، تاني واحد، مين تاني صاحب ليا انا ما كنتش متقبلاه تماما ان انا اشوفه؟ صاحبي اللي كان طول الوقت متعالي عليا شكلا، موضوعا، بدون وجه حق. يعني ايه؟ يعني لما تلاقوا صاحبكم اللي فجأة بيبقى عايش الدور عليكم، وهو الوحيد اللي فاهم كل حاجة، هو الوحيد اللي من حقه ينتقدك وينتقد شكلك، يتريق عليكي، يتريق على لبسك، يتريق على بيتك، يتريق على اهلك، يتريق على صحوبيتكم، يحطك في مكان اقل، يبقى شايف طول الوقت ان انا كلكم فرحانين بصحوبيتي وكلكم بتتخانقوا عليا و هو ده بقى. في اليوم ده قررت ان انا لما ابتدي صفحه جديده في حياتي، البني ادم ده يبقى بره، البني ادم ده يبقى بره. وفي يوم زي ده مركزتي عيني ولا تفكيري ولا انتباهي عليه اصلا، لان الشخص ده اكتر بني ادم نظراته مؤذيه اكتر من كلامه بكتير، وممكن ما يتكلمش خالص، ولكن لو انت بترقص فرحان بشكلك، راضي عن شكلك مليون المية، مجرد ما تبص له كده انت من جواك هتحس بغصة كده، لانه كان طول الوقت منتقد كطفل، كمراهق، كصاحب كبير، كحد بينجح في كليته في دراسته قبل الجواز اساسا. ده مرفوض بتاتا. وخلينا نقول ان بجد بجد يا جماعه، اكتر الناس دي هم اكتر ناس من جواهم فاضيه، اكتر ناس من جواهم مش عارفين يشتغلوا على حاجه، ولو اشتغلوا على حاجه بيتنازلوا عن مبادئهم، بيتنازلوا عن حياتهم، بيتنازلوا عن حاجات كتير جدا في دينهم. سوري عشان الموبايل مش سايلنت، خليكم معايا ثواني كده نرجع لمرجعنا. فقلت لكم ان الشخص ده حرفيا كده بمعنى الكلمه، ان هو بيبقى اكتر شخص فيكم مليان عقد، مليان عيوب، مليان مشاكل، ولكن انتوا عشان بتحبوه فاديتوا له مساحه كبيره قوي ان انتوا تخلوه يعمل فيكم كده. بس لما انا كبرت خلاص، البني ادم ده كان اوريدي بره حياتي، ولكن في فرحي كان معزوم زيه زي الناس، بحكم العشره، بحكم يعني ايه، معازيم كانت عزماني فانا عزماه، بس ما جاش في دماغي خالص ان ممكن الشخص ده يحضر يعني. اوكي. هتلاقوني ببص هنا عشان خاطر بس ايه، كاتبه هنا في النوتس بتاعتي الحاجات الوحشه اللي انا بحس بيها وبطلع بقى عشان انصح بيها غيري، بحيث ان انا اقدر اهيل الحاجه دي جوايا وابعدها عني، خلاص بقى مش عايزه افكر فيها تاني، انا كتبتها خلاص. ودي حاجه حلوه جدا يا جماعه. في طبعا انواع نعمل اعليلكم باكتر ناس مؤذيه. تمام. بعد كده الشخص الغيور. يعني ايه الغيور؟ يعني اللي بص لقصتك لقى قصتك نجحت عن قصتي، فايه ده؟ ليه؟ وبتاع ايه؟ وما تيجي كده ننكد عليه كده نشوف، يمكن الموضوع يبوظ، يمكن ندخل الشيطان، يمكن نكرهه في الشخص، يمكن طول الوقت نقلل من شريك حياته عشان هو وصل له واحنا ما عرفناش نوصل له. نيجي نخليه نبص لجوزه كده بصه مش حلوه، نيجي كده نخلي الفار يلعب في عبه. ايه رايكم؟ كل دول كانوا حواليا، كل دول كنت ببقى عارفاهم بالاسم، بديهم فرصه 2 3، بعد كده سوري. طيب،
عملتي معاهم ايه بقى؟ دول كنت ببقى متعمده برضه عشان احنا تست كده ان انا اثبت لهم ان قصتي نجحت، عشان انا مش عشان الشخص اللي قدامي بيرفكت ولا انا بيرفكت، لا. ابن الشخص اللي مش بيرفكت جوه بيعيط. استنى صحي. رجعت لكم تاني. لو سمعنا بقى دوشه يايا عادي، احنا ايه بنشتغل وهو جنبنا عادي خالص. تمام. معلش ببص على الكاميرات. خليكم بقى حافظين يا جماعه، القعده هنا براقب البيت وقاعده معايا جوه هنا، فالقعده هنا موتره شويه بس بحب اطلع فيها كل حاجه. تمام. فكنت بقول لكم ان طول الوقت كنت بحاول اثبت للشخص ده ان ده مش شطاره مني ولا شطاره من الشخص اللي قدامي، هو كرم ربنا وكلنا بناخد نصيبنا. تمام. انت تقبلت ما تقبلتش، صفيت قلبك ما صفيتش، دي حاجه ترجع لك. ولكن انا في الوقت ده كنت مطلعاك بره حياتي خالص بقى، بس كنا بنرقص ونهزر ونلعب قدام الشخص عشان الشخص برضو ايه، اسكت اسكت بعيد عني خالص، مالكش دعوه بيا بقى، خلاص ركز في حياتك. تمام. سامعين الزنات؟ محتاج لعبه جديده تشغله. تفتكروا نديله ايه؟ أنا مش عايزه ادخل في الانواع التانية لانها قويه قبل ما يكون كويس، فاستنى. انا معاكم دلوقتي بقى، يلا نشرب شويه عشان دمي اتحرق. الشخص بقى مش عارفين نتكلم. بعد كده بقى يا جماعه، اللي انا كاتباه هنا وعامله جنبه كده دايره كده مليانه سواد، هو الشخص اللي عمل فرحه تمام من غيري، او الشخص اللي ما كانش فارق معاه اصلا وجودي جوه الفرح. بمعنى ايه؟ انت بس مش اي ناس، يعني مثلا ممكن اروح لناس زمايلي عاديين العلاقه ما بيني وما بينهم محدوده، دول ما يتسالش منهم عادي، احنا رايحين نفرح لبعض، بالعكس ببقى فرحانه لهم اكتر من الناس اللي هم قريبين مني، ولكن هم قرروا ان انا ما بقاش ليا قيمه. فاهمين حاجه؟ بمعنى ان اوريدي انا عماله احشي لك كلام وانت كويس معايا، انت حبيبي، انت صاحبي، انت بس يوم فرحك انت ولا انا هنا، انا ولا انا هنا. مش معنى كده انت تسيب فرحك وتركز معايا، لا. العروسه طبعا بيبقى عليها ضغط مبالغ فيه، متبقاش مركزه. انا اتحطيت في نفس الموقف، ما كنتش مركزه قوي، كنت بحاول اصلح الدنيا، ولكن كنت على الاقل حاطه كل واحد في مكانه. فاهمين؟ ما كنتش كدبت على حد، بمعنى ان انت تمام هتبقى معايا تمام، انت مش تبقى معايا خلاص انت مش معايا. فاهمين حاجه؟ ولكن ان انا اخدك امرمطك اتعبك وانت تستثنيني من الحاجه دي، فلا. لا سوري يعني الموضوع ده سبب لي كذا مره مشكله، ان اللي قدامي مش واضح معاه. الشخص اللي خدك فرحه اذاك وروحك، لا. مش معنى كده ان انا شخص اللي هو انا محتاجك تشيلني فوق راسي طول الفرح، راسك فوق طول الفرح ومفيش غيري في الفرح، لا. بس على الاقل ما تعملش عكس ده. يعني فاهمين؟ يعني صاحبك اللي انت رحت فرحه على اساس ولقيت عكسه مع شخص تاني، ابعد فورا. ولكن انا كنت يعني ساعتها سمحت، بس فرحي حاولت ان انا اعمل نفس الحاجه. شريره صح؟ بس بصراحه يا جماعه، لو تعرفوا او تعرفوني تعرفوا ان دي الفرصه الوحيده واليوم الوحيد اللي قدرت اخد حقي فيه من اي حد سبب لي احساس وحش، عشان كان في ايده ساعتها، كان كبير وعاقل ان هو ما يحسسش اللي قدامه بالحاجه دي ويوازن، ومع ذلك ما عملش. فالنوع ده بره الموضوع خالص، كان موجود ولكن في مكانه الطبيعي اللي هو حطني فيه. تمام. اخر واحد بقى خالص هو اللي كان بيخلق مشاكل عشان يخرجني بره حياته. طب يعني ايه؟ يعني انا متوتر، انا تعبان، انا مضغوط، انا مش عارف مالي، انا متوتره، انا ما كنتش مركزه وقتها. عنده مليون مبرر لمعاملته الوحشه ليك فتره تجهيز فرحه. يا جماعه احنا مش مجبرين خالص ان احنا نستحمل الناس في كل فترات حياتهم. دي فترة صعبة، وكبنت بتبقي محتاجة السند ومحتاجة صحابك يهندلوا الدنيا معاكي ويستحملوا عصبيتك بس في المقابل اكيد في يوم من الايام اعتذرتي عن الحاجة دي، اكيد في يوم من الايام قبل الفرح كده خلاص بقى الدنيا هادية، حاولت ان انا اصلح. ثانية واحدة. حاولت ان انا اصلح معاك، حاولت ان انا ارضيك، حاولت ان انا اعمل اي حاجه الا ان انا استغنى عنك، الا ان انا اخترع اسباب عشان خاطر ابعدك عني في فتره تجهيزاتي، باسلوبي بقى، بمعاملتي الوحشه ليك، بانتقادي ليك، باي حاجه، او ان انا اجيب العيب عليك.
ملخص الحوار ان هو كان بيهرب من إنه يحطك في مكانه اللي طول الوقت كان بيكذب عليك فيه، او ان هو استغل وقفتك جنبه في وقت فرحه. جه وقت فرحك انت مش موجود، ده الشخص ده هتلاقيه في وقت ولادتك ما كانش موجود، في وقت تعبك في حملك مش موجود، هتلاقيه بعد كده في فرح اولادك مش موجود، هتلاقيه في تعب، في زعل، في فقد مش هتلاقيه. هتلاقيه خد كل خيرك وسابك. الاشخاص دي بنمنحهم خالص من الفرح، تمام؟ بس انا عشان حد كريم جدا فكنت جايباهم قاعدين عادي. بس يا جماعه، ف كل انواع الصحاب دي كلها بتتلخص على انها كان طول الوقت عندهم بديل ليك، طول الوقت كانوا باينين من البدايه، بس انت ما كنتش حاسس. فقبل يا كده زهق، استنوا انا جايه لكم تاني. فمش فاكره كنت بقول لكم ايه، ولكن انا عايزه اقول لكم ان خلاصة الموضوع، اليوم ده يوم مهم جدا، والفترة دي فترة مهمة جدا، وفرحكم ده مش هيتكرر تاني. اي نظرة وحشة، اي حاجة فعلا فعلا بتبان في الفيديوهات، فاختاروا كويس قوي 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 مين هيبقى موجود. ومن اليوم ده برضو حطوا حدود وفواصل للناس، وخرجوا اي حد ما يستحقش ولا كان يستحق انه يبقى موجود في اليوم، عشان حرفيا حياة جديدة بتبقى محتاجة واحد او اتنين على يعني بالكتير، ان هم دول بس اللي هيكملوا معانا حياتنا، هم دول اللي نقدر نعتمد عليهم. وطبعا مفيش اي حاجة دايما في الدنيا، ولكن لما بنختار صح على الاقل فترة وجودنا في حياة بعض بتزيد. ويا رب طبعا اي حد كويس يفضل طول العمر، دي حاجة كويسة جدا. واي حد كان اتمنى لكم الخير وبتشوفوا في عينيه فرحتكم وبتشوفوا في عينيه جمالكم فيها، خلوه تمام. تفاصيل اليوم ده بتفضل في دماغكم. اي عياط في اليوم ده بيبقى كتير وسهل جدا، فحاولوا تتجنبوا اي شخص ممكن يعمل كده. وفي نوع كمان انا نسيت اقوله لكم، الشخص اللي هو متعمد ان هو يفهمك غلط. يعني انت مهما تراضيه، مهما تقدم له، مع انه هو ما قدملكش اي حاجه من الحاجات دي خالص، بالعكس ده هو سوى وشك بالاسفلت، ولكن هو مش عايز يشوفك بقى ان انت عملت كده. انت عايز انت تعاملني انا كده ليه؟ عاملني فوق، انا كده كده كنت فوق، كنت بديك بالجزمه، فانت ليه دلوقتي مش عايزني يبقى في مكان عالي ليه؟ فهمتوني؟ فكل الناس دي مع الوقت بتختفي. كل الناس دي اللي عايز يفهمك غلط هيفهمك، اللي عايز يخرج من حياتك هيخرج، اللي عايز يبوظ عليك يوم فرحك هيبوظه. مفيش اي اعذار لاي حد في اليوم ده بالذات. اي حد ما كانش قادر يجي احسن بكتير من ان هو كان جاي يخلق مشكله، جاي مش متمنى لك الخير، جاي يبص لك ببصه غيره، ببصه حقد، ببصه حسد. بس كده ربنا يرزقكم طبعا بالصحاب الكويسه. وقلت تقولوا لي برده موقفكم يوم فرحكم كانت عامله ازاي. ان شاء الله لما القناه تكبر هتشوفوا الفيديو. ايه عندك صاحبه وحشه انت كمان ولا ايه؟ انت عندك صاحبه وحشه؟ ف بقول لكم ايه، بقول لكم لما تشوفوا الفيديو بقى ان شاء الله ما تكتروا قولوا لي مواقفكم كلها اللي حصلت معاكم يوم فرحكم، ويا رب تكون النصيحه دي فادتكم. والبنات الصغيرين اللي لسه هيتجوزوا من بدايه النهارده كده، من اول ما انتوا واقفين في عمركم قد ايه، قدامكم سنه، قدامكم 2، قدامكم 10، اختاروا حد يبقى موجود في اليوم ده. طبعا كل ده باراده ربنا، يعني انتوا تكملوا مع بعض او لا، ولكن اختاروا برضو قبل الشخص اللي هيبقى معاكم في يوم فرحكم، اختاروا شريك حياتكم اللي يغنيكم عن وجود الناس دي في الفرح. خدوا قرار ان اي مشاكل ممكن تحصل في اليوم ده ما تاخدوش حد، ما تزعلوش حد، راضوا كل الاطراف، اعتمدوا على نفسكم اعتماد كلي، وجهزوا نفسكم تجهيز كلي ان انتوا تبقوا لوحدكم في اليوم ده. خلاص استثنوا منه اي حد ممكن يعكنن عليكم. بس يا رب كلكم تبقوا عسلات في وقت الفرح، وتبقوا امورات، وتبقوا مرتاحين وتعيشوا مرتاحين قبل الفرح وبعد الفرح في كل وقت. يا رب اكون فدتكم. بس متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا كومنتات كتير، وباي باي.